اديني بريف نضيف تاخد شغل نضيف. ممكن تكون سمعت الجملة دي قبل كده أو قريتها على السوشيال ميديا من الناس اللي شغالين في التسويق الإلكتروني أو الديجيتال ماركتينج. إيه بقى حكاية الجملة دي؟ إيه هو البريف أصلا؟ طيب مبدئيا كده البريف هو مقصود بيه لغويا نبذة مختصرة عن شيء ما، عن موضوع ما، ده لغويا. ولكن في حالتنا بقى في التسويق الإلكتروني أو الديجيتال ماركتينج البريف ليه عناصر كتير وليه تفاصيل كتير هنتكلم عنها في الحلقة دي، وهنتكلم ايه أهمية البريف وليه الناس اللي زي حالاتنا بيقولوا الجملة بتاعت اديني بريف نضيف اديك شغل نضيف، ايه علاقة الاتنين ببعض وإلى أي درجة بيأثر، وهل ممكن نطنش، ممكن نكتفي بعنصرين 3 من عناصر البريف، ولا البريف كله لازم يبقى جاهز ومظبوط. ده اللي هنعرفه الحلقة دي إن شاء الله. طيب يعني البريف مبدئيا كده هو مجموعة من المعلومات اللي انت بتقدمها كصاحب بيزنس او كمدير تسويق او براند مانجر او حد متخصص او مركز في حتة التسويق جوه البيزنس، وبيديها للشخص او الشركة اللي هتبقى مسؤولة عن العنصر التنفيذي في التسويق الالكتروني للشركة او للبيزنس. وبالتالي هي المسؤولية بتبقى واقعة عليك في البداية ان انت توفر المعلومات دي، وفي المقابل الشخص او الشركة اللي هتقوم بالتسويق الالكتروني بيبقى مسؤوليتها ان هي تبني كل شغلها على المعلومات اللي هتديها لها. طيب ايه هو البريف؟ ايه هي مكوناته؟ اولا واهم مكون فيه وحاجة منطقية جدا بس لازم نحطها في الاعتبار، هي اسم وتعريف للمنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها. اسمه تعريف، انت لو بتتكلم عن حاجة ليها علاقة بالملابس فهتقول ملابس خاماتها كذا، تفاصيلها كذا، اشكالها كذا، باختصار بس لازم تقول تعريف واضح انا بقدم ايه. ده مفهوم طبعا وبيتقال في سياق الكلام لما بتبتدي يحصل تواصل بينك وبين الشخص او الشركة المسؤولة عن التسويق الالكتروني، وكده جزء انت كده خلصت جزء من البريف، فدي حاجة كويسة ان احنا في جزء انجزناه، جزء بديهي وبينجز أثناء الكلام والبدايات والتعارف يعني. فدي أول نقطة. النقطة التانية الجمهور المستهدف، ودي نقطة مهمة جدا جدا ومحورية جدا جدا وأساسية في إن أنت اللي بتوفرها، لأنه في جدل أو في مشكلة بتبقى حاصلة إنه ممكن يبقى أنت كصاحب بيزنس فاكر إن بتاع التسويق عموما أو بتاع التسويق الإلكتروني بشكل خاص ده دوره أو دي شغلته. انا قلت له انا بعمل ملابس، انت دورك بقى تحدد شوف الملابس دي هتتباع لمين ومواصفاتهم ايه واهتماماتهم ايه ورغباتهم ايه ومنتظرين مني ايه وايه السعر اللي يقدروا يدفعوه وقدراتهم المادية وهكذا. طبعا ده مش صحيح، واغلب البيزنس بيبقى او اغلب الشركات بتبقى عارفة هي هتبيع لمين، بيبقى في دماغها تصور معين. فانا محتاج كصاحب كحد مسؤول عن التسويق الالكتروني ان انت تديني المعلومات دي. الجمهور المستهدف ده سن، رجالة ولا ستات، الاهتمامات، القدرة الشرائية، تقدر تقول لي كمان موجودين فين اونلاين. طبعا ده ممكن اساعدك فيه اكتر بس تقدر كمان تقدمه لي. كل ما كان اللي بتقدمه لي كمعلومات عن جمهورك اكتر كل ما كان المهمة بتاعتي مش هقول اسهل بس بتتعمل بشكل ادق، بشكل اقوى. فده مهم جدا. الجمهور المستهدف ده المنافسين اللي هو ممكن يكون بيشتري منهم، هو بيحب ايه، منتظر ايه، احتياجاته ايه البين بوينتس او النقط اللي مؤرقاه في فكرة شراء المنتج ده، ايه المشكلة اللي بتواجهه في السوق. مشكلته مثلا ان المنتجات غالية ولا الكواليتي مش كويسة ولا عاملين منتجات مش مناسبة لكل الناس وهكذا. فدي تفاصيل كتير جدا انت محتاج تقولها عن الجمهور المستهدف عشان يقدر اللي هيبقى شغال على تنفيذ التسويق الالكتروني انه يعمل شغل صح. نقطة تانية مهمة جدا جدا الميزة او المزايا التنافسية اللي عندك. بالاخر احنا ممكن نقعد مع حضرتك نسألك ليه الناس تشتري منك ما تشتريش من حد تاني. هي دي الميزة التنافسية.
ممكن يبقى عندك السعر مميز، ممكن عندك الجودة مميزة، ولو ان دايما بنحب يبقى في حاجة غير نقطة الجودة دي بالذات، لان كل الناس كل الشركات بتقول احنا عندنا احسن جودة ومتميزين وهكذا. فمهم ان انت تقول ميزة تنافسية. زي ايه؟ ممكن مثلا حد يبقى الميزة عنده سرعة التوصيل مثلا، ممكن يبقى سرعة الاستجابة لمشاكل العملاء، ممكن خدمة العملاء عنده أقوى، ممكن يكون بيقدم خامة مش موجودة، كل الناس بيقدموا ملابس بخامة معينة، أنا أول حد يقدم الخامة دي. ممكن تكون بتعمل ميزة مش موجودة في السوق أصلا، حاجة جديدة جدا، زي مثلا البراندات اللي من سنين بدأوا عملوا تيشيرتات عليها لغة عربية، عليها عناصر مميزة للثقافة بتاعتنا، مثلا حاجات مكتوبة، حاجات مرسومة، فدي مثلا كان من ضمن الحاجات اللي مختلفة محدش عملها قبل كده في السوق وهكذا يعني. فلازم يبقى عندك ميزة مش موجودة عند حد تاني، أو حاجة تخلي الناس تشتري منك مش من حد تاني. وبالتالي النقطة اللي بعد كده اللي ممكن نتكلم فيها، مين أصلا بقى المنافسين؟ مهم جدا توفر في البريف معلومات عن المنافسين. المنافسين دول ممكن يبقوا منافسين مباشرين، ده فعلا بيبيع نفس الحاجة اللي انت بتبيعها والجمهور بتاعه شبه الجمهور بتاعك أو نفس الجمهور بتاعك بالظبط. وممكن يبقى منافس غير مباشر، يعني حد في السوق احنا كمسؤولين عن التسويق الإلكتروني بنستدل بيه أو بنستدل باللي هو بيعمله عشان نشوف السوق ماشي ازاي، الجمهور المستهدف ده ممكن نستهدفه ازاي، ممكن نكلمه ازاي، المنافسين بيكلموه ازاي. ومش بس كده، احنا ممكن نشوف في المنافسين دول سواء المباشرين او الغير مباشرين اخطاء هم بيعملوها، وابتدي انا اتجنبها، وابتدي انا اتميز في ان انا ما عنديش الخطأ ده، اعمل حاجة تخليني اتفوق على المنافس، اشوف نقط قوته، اشوف نقط ضعفه، وابتدي اقوي نفسي بناء على المنافس. فبالتالي فكرة انك تعرفني منافسينك مهمة جدا. وانا كمسؤول عن التسويق الالكتروني مش هقدر اعرف كل المنافسين في كل المجالات، وبالتالي ما ينفعش يعتمد عليا في ان انا ادور، وممكن جدا اختار منافس يطلع غلط، لان انت ادرى بالبيزنس بتاعك وادرى مين المنافس بتاعك. فكل الحاجات دي مهمة جدا في ان انت توفرها لي عن المنافسين. نقطة تانية كمان في موضوع البريف مهمة جدا جدا، هي الاهداف. والاهداف المطلوبة دي هي اهدافك انت كبزنس في الفترة الجاية. الاهداف مطلوب فيها يكون متوفر فيها مدة معينة ورقم معين يعبر عن الهدف ده. معنى ايه؟ معنى ان انت مثلا لو هدفك زيادة عدد زيارات موقع، فانت محتاج تقولي انا محتاج وضع الحالي ان انا بيجيلي 1000 زائر في الشهر، ومحتاج خلال ال3 شهور الجايين يجيلي بإجمالي 50,000 زائر. فأنا كحد مسؤول عن التسويق الإلكتروني بدرس الوضع، بدرس اللي بيجوا دلوقتي بيجوا منين وإزاي، وهدرس أنا أقدر أجيبهم إزاي، إيه الميزانيات اللي أنا محتاجها كإعلانات لو هعمل إعلانات، هل محتاج أشتغل على السوشيال ميديا أكتر، محتاج أشتغل على جوجل أكتر، محتاج أشتغل على اليوتيوب أكتر، محتاج أنزل على الأرض، أنزل إيفنتات، أعمل إعلانات في الشوارع، أعمل إعلانات في التلفزيون وهكذا وهكذا. وبالتالي كل حاجة أنت بتقولها لي ببني عليها حاجات كتير قوي. من أهم الحاجات دي هي موضوع المستهدفات اللي أنت بتحددها. مهم المستهدفات دي يبقى فيها رقم واضح، عدد مبيعات معين، عدد زيارات معينة، ومدة معينة، بمعنى أنه خلال 3 شهور، خلال شهر، خلال سنة. فده مهم جدا جدا أن أنت تحددهولي كصاحب بزنس عشان أقدر أبني عليه. حاجة تانية مهمة برضو، أن أنت لو بزنس قائم وعندك منصات السوشيال ميديا بتاعتك، عندك صفحة فيسبوك، اكاونت انستجرام، عندك موقع، غيره مهم جدا تديني الحاجات دي، عشان منها هبدأ أشوف الوضع الحالي إيه، أبتدي أحلله، أبتدي أشوف الناس بيتواصلوا معايا إزاي، احتياجاتهم إيه، مشاكلهم إيه وهكذا. فده ببني عليه برضو. فمهم جدا جدا إن أنت توصلهولي أو توفرهولي. دي التفاصيل الأساسية اللي لا غنى عنها ولازم تبقى موجودة في البريف. في حاجات كتير ممكن تضاف تفصيلية أكتر. إحنا أحيانا وإحنا شغالين نبقى طالبين من العميل بتاعنا اللي هو حضرتك كصاحب بيزنس المعلومات دي. ساعات بيجيب لنا في ناس بيبقى منظمة جدا وجاهزة بتفاصيل أكتر من كده كمان. زي إيه مثلا؟ زي حاجة اسمها براند بيرسونا، إن أنا دلوقتي كبيزنس ليا صورة معينة عايز أظهر بيها.
لو تخيلنا البيزنس ده شخص، ممكن يبقى شخص ده راجل في سن الأربعينات واهتماماته كذا وطريقة كلامه كذا. فده أحد أشكال الحاجات اللي ممكن تديها لي في البريف من غير ما نطلبها، أو ممكن تفيدني جدا لكنها ممكن نتغاضى عنها برضو، خصوصا لو انت بيزنس لسه صغير وبادئ. ويمكن البودكاست ده موجه أكتر شوية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة اللي ممكن تبقى محتاجة تفهم أكتر وتتواصل معانا كمسوقين إلكترونيين يعني بشكل أكتر إفادة يعني. وبالتالي أنت ممكن ما تحتاجش حاجات إضافية في البريف زي موضوع البراند بيرسونا ده. موضوع الجمهور المستهدف مثلا ممكن يبقى فيه تفاصيل كتير جدا جدا جدا. إحنا في البريف ممكن نقبل بالتفاصيل الأساسية. ايه التفاصيل الكتير اللي ممكن تبقى ظاهرة في البريف او تظهر في جزء الجمهور المستهدف؟ ان انت تقسم الجمهور المستهدف ده لسيجمنتس. فانت جمهورك الاساسي الرجالة في سن كذا. لو مثلا فرضا ان انت بتبيع قهوة، فاللي بيشربوا قهوة انواع كتير، ممكن يبقى رجالة في سن كبير شوية فوق 50 سنة، وفي شباب بيشتغلوا في سن الشباب من 30 ل50 مثلا، وفي ستات بيوت، وفي ستات كبار، وفي طلبة جامعة، وفي ناس بتذاكر، وفي ناس بتشتغل، وفي ناس في شغلانات مختلفة، وكل شغلانة ليها لايف ستايل معين، ليها بيئة معينة، ليها ترندات معينة. فده ممكن يبقى مؤثر شوية على القهوة اللي بتشربها. في الناس اللي بيشربوا اسبريسو، في ناس بيشربوا تركي، وفي ناس بيشربوها في الكافيهات اكتر، في ناس بيحبوا يعملوها بنفسهم، ممكن يبقى عايزين انستنت كوفي مثلا زي نسكافيه والحاجات اللي هي سريعة التحضير. فانت دي كلها سيجمنتس ممكن تبقى جزء كبير منها داخل معاك في حساباتك، ممكن تبلغني بيها، ممكن تبقى انت مجهزها بالتفصيل. وكل سيجمنت من دول ليها مواصفاتها، كل سيجمنت ليها اهتماماتها وقدراتها الشرائية والمشاكل اللي بتواجهها والاماكن اللي هي بتتواجد عليها اونلاين والاماكن اللي بتشتري منها حاجاتها وهكذا. فدي تفاصيل اضافية ممكن تديها لي، وممكن نكتفي بالتفاصيل الرئيسية. ومع الوقت كل ما كان التفصيل ده موجود كل ما كان ده مهم. فدي نقطة مهمة جدا في قصة البريف، ان انت ممكن توفر لي معلومات كتير جدا. اي معلومة هتفيدني في ان انا اطلع احسن شغل ممكن، وبالتالي نوصل لهدفنا كلنا اللي هو نجاح البيزنس بتاعك. ليه البريف برضو مهم؟ جزء اساسي جدا مهم جدا ان انت تبقى موفر البريف عشانه، هو انه بيجبرك بشكل او باخر انك تعمل الحاجات دي. انت كبزنس محتاج ان انت في البداية تحضر الحاجات دي قدامك، تبقى عارف انت مين جمهورك ومين انت كبراند، والبيزنس بتاعك ده بيتكلم ازاي وبيظهر ازاي. محتاج تعرف التفاصيل دي كلها وتجهزها، اهدافك، حاجات ليها علاقة بالبيع والتوزيع، حاجات ليها علاقة بالمنصات اللي انت ممكن تشتغل عليها كسوشيال ميديا، قدراتك المادية والميزانيات بتاعت الإعلانات، المنافسين طبعا والمزايا والعيوب بتاعتهم، الميزة التنافسية اللي عندك. كل الحاجات دي انت محتاج اصلا تبقى مجهزها. وبالتالي اتمنى ان انت بعد ما تسمع الحلقة دي، لو انت مش مجهزها، انا طالبها كبريف عشان اعرف اشتغل، بس انت هتبقى مهمة جدا ليك عشان كبزنس تشتغل بشكل عام. انت محتاج كل التفاصيل دي ليك، لان انت كمان بناء عليها تتحرك في اتجاهات مختلفة. انا هاخد الحتة بتاعت التسويق الالكتروني وهشتغل عليها، بس انت انشطة كتير جدا هتعملها تبقى مبنية على التفاصيل دي. فمهم جدا جدا انك تحضر الحاجات دي وتبقى جاهزة عندك، تبقى عارفها، وبالتالي هتبقى سهل ان انت تديها لأي حد. الموظفين عندك هتديها للشخص اللي يبقى مسؤول عن التسويق الالكتروني، هتديها للمبيعات، كل الشركة عندك هتبقى محتاجة التفاصيل دي، إن ما كانش كلها هيبقى جزء كبير منها. جزء تاني كمان مهم، وانا هقوله رغم ان انا يعني في المعسكر بتاع الناس بتاع التسويق الالكتروني، ان انت لما هتبقى مجهز البريف بهذه القوة وبهذه التفاصيل، من الاخر هتبطل اي حاجة عند الشخص اللي هيعمل لك تسويق الكتروني. لانه طبعا يعني في ناس كتير ممكن يكونوا كويسين، بس برضو في بعض الناس ممكن يبقى
مش عارف، ده مش مهتم ان هو ياخد التاسك منك او ياخد الشغل منك ويبتدي يشتغل وياخد فلوسه، حتى لو بادئ بداية مش صح. وبعد كده هيبتدي يقولك لو انت قعدت تحاسبه او تقوله فين النتائج او محتاج كذا او محتاج كذا، هيقولك ما انت ما كنتش محدد لي. هتقوله مثلا محتاج مبيعات، فتقول له انت ما كنتش قايل لي مستهدفاتك ايه من الاول، انا فاكر ان انت عايز الناس تعرفك خلاص، انا فاكر ان انت عايز تبيع 10 قطع بس في الشهر، انت دلوقتي بتتكلم في انك عايز 100، فانت ما قلتليش ده من الاول. وسواء هو عنده حق او بيبالغ، ففي الاخر هو عنده حجة او مبرر قوي الحقيقة ان هو ما خدش بريف. وبالتالي انت مهم كمان تحضر البريف عشان تبطل اي حجج او مبررات او مشاكل بتحصل في المستقبل مع الشخص اللي هيبقى مسؤول عن التسويق الإلكتروني. يعني أتمنى تكون الحلقة وصلت لك فكرة أهمية البريف، ويعني إيه اديني بريف نظيف اديلك شغل نظيف. أظن إن هي كده ممكن تكون وصلت، أتمنى ذلك، لأن النقطة دي مهمة جدا جدا. طالما أنت وصلت للمرحلة بتاعت إن أنت خلاص اقتنعت إن أنت لازم تجيب حد يشتغل على التسويق الإلكتروني، واقتنعت بالتخصص وبأهمية وجود شخص أو شركة بتساعدك في ده، فلازم نبدأ صح. والبداية الصح جدا هي إنك تدي البريف ده بالشكل اللي اتكلمنا فيه، وتبقى جاهز بيه أصلا من الأول قبل ما تبدأ تتواصل مع أي حد عايز تسويق إلكتروني. أنت كده عرفت إن أنت في حاجات كتير محتاج تجهزها هتفيد الموظفين اللي شغالين معاك، وهتفيد اي حد من بره زي المسؤولين عن التسويق الالكتروني ان هم يقوموا بالشغل صح، وبالتالي ينجح البيزنس بتاعك في الاخر. اتمنى تكون الحلقة دي كانت مفيدة، واتمنى تكون مش مزعجة، لان دي اول حلقة اعملها بالاسلوب ده، ان انا مش كاتب سكريبت معين. فاتمنى يعني تكون الحلقة بالطريقة دي تكون احسن. محتاج طبعا اعرف رأيكم في الحلقة وطريقتها والمعلومات اللي فيها، وان شاء الله نتقابل في حلقة تانية، وشكرا. بكده تكون الحلقة دي خلصت من بودكاست نتفاهم، البودكاست اللي بحاول فيه أقلل الفجوة بين أصحاب البيزنس من ناحية والمتخصصين في التسويق الإلكتروني من ناحية تانية. كان معاكم معتز بالله مصطفى، مدير تسويق إلكتروني وكاتب محتوى للعديد من الشركات في مصر والخليج. لو عجبتك الحلقة ياريت تعمل سبسكرايب للبودكاست وتبعت لي رأيك وملاحظاتك.